بكون واقف في مكان عالي وابص لتحت كده، فالاقي حد من ورايا بيناديني ويقول لي خلي بالك عشان راسك ما تغلبكش تقع. تقريبا كده الموقف ده حصل مع معظم البني ادمين اللي موجودين دلوقتي واللي بيتفرجوا عليا كلهم. خليني بقى اقول لك ان عمر راسي دي ما هتغلبني وتوقعني، وهثبت لك الكلام ده دلوقتي. طبعا المفيد بقى اللي انا عايز اعرفه لك ان الراس دي هي مجرد 2% من وزن جسم الانسان. يعني انت لو 70 كيلو فتاكد ان راسك دي كيلو ونص، وده حسب كلام العلماء طبعا، انا ما وزنتش. خلينا نمشي ونوضح الامور. هل الكيلو ونص هيغلبوا ال 73 كيلو ونص الباقيين؟ ده اكيد لا. بص بقى على القلم ده، انا جايبه لك عشان اضرب لك عليه المثال. دلوقتي احنا لو ماسكين القلم ده كده، مركز الثقل عندي اهو المنطقه دي كده، فتاكد ان الوزن كله محمل على الحته دي. فلو جبنا القلم ده وجبناه كده شويه، فدلوقتي الوزن اللي موجود اللي هو جه على الطرف الناحيه دي حمل على الفراغ، وطالما حمل على الفراغ فهيقع. يعني كان في وزن كبير جدا في الفراغ دلوقتي حمل على الفراغ ووقع زي ما انت شفت. مش راسك بس اللي بتغلب، خليش حد يضحك عليك، بس خاف برضه اوعى تقع. فانت لو عايز تعرف معلومات جديده كل يوم اعمل فولو.